لو حبيبتك من مواليد برج العقرب ومحتار تشتري لها بوكيه ورد شكله عامل ازاي، تعالى هقول لك تجيب لها ايه. الهدية مهمة جدا عند اي ست لانها بتوصل لها رسالة مهمة جدا، وهي انك راجل كريم. وصفة الكرم دي صفة مهمة جدا عند اي ست. لما بتفكر ان هديتك تكون ورد، فانت هنا مش بتوصل انك كريم وبس، ده انت بتوصل انك راجل مختلف وراقي ومتحضر. ممكن تدخل اي محل ورد وتنقي اغلى وافخم بوكيه ورد بالوان جميله ورائعه، وده هيوصل اكيد الرساله اللي انت عايزها. لكن لما بتشتري بقى ورد على ذوقها، على حسب الالوان اللي هي بتفضلها وانواع الازهار اللي هي بتحبها، فهنا انت بتوصل رساله تانية خالص، وهي انك فاهمها. والست بتعشق الراجل اللي فاهمها. خليك عارف ان الستات مش زي بعض، واذواقهم اكيد طبعا مش زي بعض، فبالتالي بوكيه الورد اللي هيعجب واحدة ممكن قوي ما يعجبش واحدة تانية. لما تفكر تهادي أنثى برج العقرب بوكيه ورد، أول وردة تفكر فيها هي وردة باللون الأحمر، لأنها بتعبر عن الكلاسيكية والعاطفية اللي بتتمتع بها شخصية أنثى برج العقرب. كمان بتحب زهرة الأوركيديا، وكمان بتحب الأزهار اللي أوراقها كثيفة، وخصوصا الورد البلدي وتحديدا اللي لونه أحمر. وانت بتجمع البوكيه بعد ما تضيف الحاجات اللي احنا قلناها في الأول، ضيف كمان أزهار غير تقليدية لأنها بتحب تخرج قوي عن المألوف. وده يكون الشكل النهائي لبوكيه ورد أنثى برج العقرب. وفي نهاية الفيديو متنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس وتشترك في القناة وتشير الفيديو لأكبر عدد ممكن من أصدقائك ومعارفك علشان تعمل فايدة. واستنوني فيديوهات جديدة ومحتوى جديد قوي جدا جدا الفترة اللي جاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.